أعرب عدد من الجزائريين عن تذمرهم الشديد من تنظيم سلطات بلادهم لكأس إفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر، والذي وصفوه بالكارثي. وتداول نشطاء جزائريون فيديوهات توثق سوء تنظيم سلطات الجزائر لهذه التظاهرة الرياضية، من خلال منع الجماهير التي اقتنت التذاكر من ولوج المدرجات، بداعي أن الملعب قد امتلأ عن آخره، رغم أنهم سبق لهم أن اقتنوا التذاكر التي يفترض أنها ستوفر لهم مقاعد داخل الملعب. كما أظهرت الفيديوهات حالة فوضى كبيرة خلال حفل الاستقبال، حيث خصصت سلطات الجزائر ممرا واحدا لجميع فئات التذاكر، حيث أعرب حاملو تذاكر VIP عن سخطهم من اكتظاظ الممر دون تخصيص ممر خاص بهم. وفي نفس السياق، قال نشطاء جزائريون ظهروا في فيديوهات متفرقة موجهين كلامهم لسلطات بلادهم إن بلادهم أحرجتهم أمام العالم بسبب التنظيم السيء الذي اتسم بالفوضى والعشوائية، علاوة على استقبال المنتخبات المشاركة بقطع حلوى لا ترقى للمستوى المطلوب وفق تعبيرهم. ووثقت الفيديوهات نفسها حالة من التدافع بين الجماهير الراغبة في ولوج الملعب المخصص لافتتاح شان الجزائر، حيث إن عددا كبيرا من الشباب تسلقوا سياج الملعب وولجوا إليه دون حصولهم على تذاكر، وهو ما ترك أصحاب التذاكر خارج الملعب، وخلف ذلك حالة فوضى في محيط الملعب.